في مشهد يبين باللي الهيبة اللي كانت تزخ بها فرنسا تكسرت. تحولت شوارع باريس لطابور كبير، مئات الحافلات حبست النبض في قلب العاصمة. هاد المرة ماشي غير احتجاج، هذه الصرخة ضد غلاء المازوت والبنزين اللي الحق الأرقام قياسية ما شافتهاش فرنسا من 41 سنة. أكثر من يوروين و25 سنتيما، ارتفاع لم تشهده فرنسا منذ 41 عاما. سعر الديزل لم يتوقف عن الارتفاع منذ بداية شهر مارس، لقد وصلنا تقريبا إلى زيادة قدرها 60 سنتيما. نحن في قطاع النقل نعمل بهامش ربح يتراوح بين 2 و2.5%، مما يعني أن هذا الهامش قد تآكل بالفعل. هذا أمر واضح، بدأت الشركات تلجأ إلى مدخراتها، وهناك من لا يملك شيئا، وبالتالي بدأ الحديث عن تسريح العمال والتوقف عن العمل. بينما المواطن الفرنسي راهو غارق في طوفان تاع مشاكل اجتماعية، الحكومة تاعو لقات روحها وحصلت في حيط مع الجزائر. الحقيقة اليوم ولات واضحة كي الشمس، فرنسا خسرت الرهان. باريس كانت حابة تلعبها باللي الجزائر مازال تابعة ليها، بصح الرد كان قاسي. الجزائر فرضت منطق الندية راس براس. الجزائر قررت توجع فرنسا وين يوجعها الحال، ووجهت الخير تاعها تاع الطاقة لشركاء يعرفوا قيمة السيادة ويحترموا الأصول كيما روما وبروكسل وإسبانيا. اليوم فرنسا راهي تخلص في ثمن التكبر الدبلوماسي تاعها، وفاتورة الحساب كانت غالية بزاف، فوضى في الشارع وعدم استقرار اجتماعي. فرنسا اللي كانت آمر وتلهي ولات اليوم تجري مورا الليترات تاع وقود باش تسلك راسها. والجرارات الزراعية على الطرق السريعة المؤدية إلى عدة مدن فرنسية كبرى، مما عطل حركة السير في عموم البلاد، والسبب غضب من ارتفاع أسعار الوقود، إذ تخطى سعر لتر الديزل الواحد أكثر من يوروين و25 سنتيما، ارتفاع لم تشهده فرنسا منذ 41 عاما.